طبعا لها مؤلفات كتير حدث ولا حرج يعني، ولها نشاط علمي وثقافي ومعرفي واسع جدا، وهي من بنات يعني مركز تاريخ مصر، بنات يعني منتمية ليهم يعني، بس عشان الشباب بس صغروا لي يعني. فالدكتورة سحر هتنقل لنا الموضوع مهم جدا عن ميزة من مزايا روزا اليوسف اللي هي الكاريكاتير، والحقيقة اللي أسس الكاريكاتير ومصره ألكسندر صاروخان. لازم بغض النظر عن إنه أرمني وإنه ما كانش بيعرف عربي، لكن بإحساسه هو اللي ابتكر لنا الشخصية الكاريكاتورية المصري أفندي. وموضوع الدكتورة سحر عن المصري أفندي مرآة العصر بروحها الساخرة. فلتتفضل. طبعا كل الشكر سيدي الرئيس، وبشكر حضرتك على قبولك الدعوة بانك تتفضل وتشاركنا في هذا العرس الثقافي، وانا بعتبره عرس لاني بالفعل روزا اليوسف لعبت دور كبير جدا في المجتمع المصري على مدى قرن من الزمان. بس قبل ما ابدا كلمتي عايزه اتوجه بالشكر لاداره الكتب والدكتور اشرف قدوس رئيس الاداره المركزيه للمراكز العلميه، الدكتور عبد المنعم سعيد مديرنا، وكل زملائي بالمركز والاستاذه نريمان مدحت، لان كلهم لعبوا دور الحقيقه في وصول هذا العرس او ان اليوم الثقافي والاحتفاليه الثقافيه دي تطلع بالصوره اللي احنا شايفينها. فطبعا كل الشكر والتقدير لزملائي بالمركز والدكتور عبد المنعم. الحقيقه ان موضوع المصري أفندي انا من الناس اللي وقعت في غرامه. ليه؟ لاني انا اشتغلت على موضوع المصري أفندي من بدايات شغلي في الاول في ايام الماجستير، موضوع الازمه الاقتصاديه العالميه واثرها على اوضاع مصر. لقيت ان شخصيه المصري أفندي كانت شخصيه بتعبر عن العقل الجمعي المصري، والحقيقه ان السيده فاطمه اليوسف لما اصدرت مجلتها المشروع التنويري الصحفي الجريء كانت مؤمنه بان الكلمه قادره انها تشكل وعي المجتمع وتفتح نوافذ جديده للحريه، للنقد، للابداع. وكان احد وسائل هذا النقد هو فن الكاريكاتير اللي ظهر لنا بصوره المصري أفندي على مدى 100 عام.